لو عندك لحمة مفرومة ومحتارة تعملي أكل ايه النهاردة هنعمل كفتة الطواجن بطريقة جميلة جدا، بكمية لحمة بسيطة جدا. ربع كيلو لحمة عملوا معانا الكمية دي ويمكن أكتر كمان. معانا ربع كيلو لحمة مفرومة وبسلة وجزر وبصلة مفرومة وفصين توم وطماطم وقرن فلفل. كده الأكلة بتاعتنا جهزت. بصي الطريقة دي جميلة جدا، ممكن نستبدل أي خضار معانا على اللحمة 7 بهارات ورشة ملح ورشة فلفل. والبصلايه المفرومه بتاعتنا بناخد نصها بس نحطها، يعني ايه، حوالي معلقه كده، نحطها على الكفته ونعجنها كويس جدا لحد ما الانسجه كلها تدخل في بعضها بايدينا عادي. وبعد كده نكورها كور صغيره. بصي كده كور قد ايه، قد حبه الجوز مثلا. ونكورها كلها. بصوا الكميه ربع كيلو عمل معانا قد ايه. بجد طريقه جميله قوي. وفي الطاسه نحط شويه زيت صغير، ونحط بقى الكفته، يعني ايه، تتشوح كده. لما تاخد لون من تحت بنقلبها عشان بس ما تتفرفتش معانا وتتهري. انتي ممكن تحطيها من غير الخطوه دي عادي، بس هي ممكن تنهري في الطبيخ. يعني انتي لو عملتي اي نوع طبيخ وحطيتي معاه الكفته ممكن تتهري منك، ما تكونش متماسكه زي ما هتشوفوها معانا في الاخر. بنسيبها بقى تاخد يعني اللون اللي هو الذهبي ده. والحله التانية اللي جنبها نحط معاها معلقه سمنه بلدي والبصلايه اللي احنا مقطعينها اللي هي المفرومه، ونقلبها كويس جدا جدا. يعني بصوا لحد بس ما لونها يعني يتغير ويبقى لونها اصفر كده. والكفتة كل شوية بنقلبها بقى لحد ما خلاص كده يعني خدت لون من كل ناحية. بنشيلها بقى، نرفعها من على النار ونشيلها من الزيت. ودلوقتي ننزل بالثوم ونقلبه كويس مع البصل لحد برضو ما لونه يصفر كده، ويعني يطلع الريحة بتاعته. احنا برضو مش حاطين ادام كتير، مش حاطين سمنة كتير، علشان ايه، الكفتة المتحمرة في الزيت فما يكونش معانا زيوت كتيرة في الاكل. دلوقتي ننزل بقى بالبسلة والجزر ونقلبهم ونشوحهم كده. بجد الطريقة دي يعني بصوا يعني التركة دي بتغير طعم البسلة وبتخلي ان هي لونها يعني يبقى جميل. وكمان ما تكونش فيها يعني طعم وحش، يعني لا، بالتشويحة مع البصل بتكون جميلة. ونعصر بقى الطماطم، نعمل الطماطم وقرن الفلفل نعملهم عصير، وننزل بقى لحد على البسلة لحد ما تتسبك كده. في الفترة دي بقى ممكن ننزل ايه شوية مية كده مغلية. ومعانا بطاطسيايه بقى مقطعينها مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين كده. هي بطاطسيايه، حبه بطاطس واحده على حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا الكميه اللي انا كنت عاملاها بسله شويه صغيره فحوالي نص كيلو، فنزلت عليها ببصلايه واحده. ونظبط بقى الملح والفلفل والبهارات بتاعتنا. معانا ملح وفلفل اسمر. ونظبط البهارات ونغطي عليها لحد ما البطاطس ايه تقرب على السوا كده. ننزل بالكفته. شفتوا الخطوات بسيطه ازاي، بس اهم حاجه نمشي بالخطوات علشان الكفته بتاعتنا برضو ما تتهريش. هي كده اصلا تعتبر دخلت في السوا يعني، في في التحمير. دلوقتي بقى نعمل شويه رز بالشعريه، رز جميل ان شاء الله هيطلع مفلفل معاكم. ننزل بمعلقه سمنه بلدي وشويه زيت ونحمر شويه الشعريه زي ما حضراتكم شايفين كده. نحمر الشعريه. انا عارفه ان كلكم ستات بيوت شاطره، بس احنا قلنا نعمل الرز مع بعض علشان ايه يطلع معاكم مظبوط. وننزل بقى بالرز بعد ما غسلناه على الشعريه بعد ما خدت لون. ومعانا كمان بقى التركه اللي انا بحبها جدا في الرز وبتغير طعمه، فص الحبهان. فص الحبهان مع شويه الملح وشويه ورشه فلفل اسمر بجد بيودوا الرز في حته تانية خالص. لازم تجربوه بقى بالطريقه دي ان شاء الله. حطوا فص الحبهان وان شاء الله هيعجبكم جدا. لما يتشرب بنغطي، يعني بنحط مقدار الميه قد مقدار الرز والميه مغطياه بعقلة صباع ويتشرب. خلاص كده بنغطي وبيشوفوا بقى مفلفل ازاي، جميل ازاي. وده غدا.